الله تعالى حدد مصارف الزكاة في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فليس في مصارف الزكاة الثمانية ما يدفع لبناء مساجد أو مدارس، إنما يدفع ذلك وتبنى تلك المساجد من صدقات التطوع من المسلمين، لأن هذا غير داخل في مصارف الزكاة التي بينها الله تعالى. أضف إلى ذلك أن الله بدأ الآية بقوله إنما، ومعنى إنما أداة حصر تفيد الصرف في هذه المصارف الثمانية، لأن إنما معناها ما وإلا، يعني لا تدفع الزكاة إلا في هذه المصارف، كما قال تعالى: إنما إلهكم الله، يعني ما إلهكم إلا الله. يبقى أداة حصر تفيد دفع الزكاة في هذه العناصر الثمانية،